مساء النور يا فندم. عايز لاب رخيص. عايز لاب رخيص؟ طب ما قبل ما نشوف ان احنا نعوز لاب رخيص، طب ما تيجي نعرف انت امكانياتك ايه عشان نجيب لك لاب رخيص. انت شغلك ايه يا هندسه؟ شويه بيزنس وشويه جرافيك. حلو قوي. طيب احنا ممكن نتكلم لو احنا هنشتغل شغل بيزنس. اعرض لك اللاب ده تاتش سكرين كور اي 5 برامات 8 جيل خامس، هارد 256 ام 2، وعليه كارت شاشه انتل، ولاب تاتش سكرين ومن فئه ال 15 و6، وجهاز محترم قوي. ده لشغل البيزنس، ولاب رقيق وكيبورد مضيئه وفول كيبورد. ده بالنسبه للجهاز الاولاني 15 و6. تمام. سعر الجهاز ده هتلاقيه في السوق بيتكلموا في 6.5 و7 وارقام كده خزعبليه. انا عارضه عليك النهارده في رينج 5850. سعر جبار مش هتلاقيه عند حد. ده رقم واحد. رقم اتنين، لو احنا بنتكلم في لاب لشغل البيزنس، بس مش هنقول لاب رخيص بقى، هنقول لاب ذو اهميه ولاب بروفيشنال ولاب عالي جدا لشغل الجرافيك والشغل اللي هيعوز كاد و3 دي ماكس وافتر افكت والبرمجه. ده هيبقى كده اسمه لاب ديل بريزيشن 5540 كور اي 7 جنريشن 9 جيل تاسع برامات 32 وهارد 512 وعليه كارت شاشه 4 جيجا. الجهاز ده ميزته ان هو شاشه 4K تاتش سكرين، وزي ما حضرتك شايف كده لاب مضيء، كيبورد مضيئه، جهاز محترم من فئه الكور اي 7 والجيل التاسع. عليه كارتين شاشه، واحد ديسبلاي 1 وواحد ديسبلاي 2. عليه كارت الشاشه الاولاني نيفيديا كوادرو 4 جيجا وهو من التي 2000، وعليه كارت شاشه انتل عادي خالص للشغل العادي. تمام. الجهاز ده ميزته ان هو اسمه ديل بريزيشن 5540 كور اي 7 جيل تاسع رامات 32 وهارد 512. لاب محترم وهيشغلك كل البرمجه وكل الذكاء الاصطناعي الارتفيشال انتليجنس بقى، والحاجات اللي هتشتغل في الشغل عالي عليها. لو انت عايز لاب رخيص كلمنا على الصفحه وهتلاقي مجموعه لابات كتير جدا. بس قبل ما تعوز لاب رخيص يا هندسه، نصيحه: اعرف اللاب اللي انت عايزه لشغلك كويس جدا. مع السلامه. كل شيء من نصيب وانتم طيبين. سلام.